السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. أهلا بيكم في فيديو جديد. كل سنة وانتم طيبين الأول ورمضان كريم. أنا هعمل معاكم النهاردة إن شاء الله صينية بطاطس بالفراخ كده، إن شاء الله الطريقة بتاعتي هتعجبكم. أنا عندي هنا كمية من الفراخ، أي بقى كمية أنت عندك أنت حابة تعمليها. أنا بقطع الفرخة على 8 أجزاء. بحب أقطعها كده في الحجم ده عشان يعني ما بتاخدش سوا كتير، وأضمن إنها استوت من جوه، خصوصا لو حجم الفرخة كتير. انا عندي البطاطس مقطعه، والفراخ طبعا بعد ما بغسلها بالملح والليمون والخل ومعلقه طحينه واظبطها واسيبها تتصفى، بقطعها بالشكل ده. وبعد كده باخدها احمرها في حته سمنه. انا الاول بحب احمرها الاول، بديها صدمه كده علشان ما بحبش الميه بتاعتها تنزل على البطاطس وتغير طعمها، بتكون البطاطس طعمها زفره كده، مش بيكون مستحب. فالافضل ان انت تحمريها الاول في سمنه كده قبل ما تحطيها على البطاطس. الخطوه دي مهمه، لان انا بشوف ناس كتير بيعملوها، بيروحوا حاطين الفراخ مقطعينها وبيروحوا حاطينها على البطاطس مباشره. بعصر عليها ليمون طول ما هي على النار كده، علشان طبعا اضمن انها ما يكونش فيها اي ريحه للزفاره، لحد لما اتاكد انها اتشوحت كده من الناحيتين وخلاص مبقاش فيها ميه ولا دم. ببدا ان انا ارصها فوق البطاطس على طول. ممكن ان انت تعملي الخلطه اللي انا هوريها لك دلوقتي وتضيفيها على البطاطس، بس انا بحب احطها على وش الفراخ من فوق. هتنزل بعد كده كلها على البطاطس وتاخد الطعم كله مع بعض. انا بحمر الكميه كلها الاول كده اللي عندي، وطول ما انا بحمرها بعصر عليها ليمون بنفس الشكل كده. تمام، دي كانت عزومه فكنت مستعجله، بس حبيت ان انا اوريكم الطريقه. كل سنه وانتم طيبين بقى، رمضان يعني عزايم كتير. بنفس الشكل كده اقلب فيها يمين وشمال لحد لما تاخد صدمه من كل الجهات. عندي هنا بقى الخلطه بتاعتي: معلقه من الثوم، بصلايه، طماطمايه، قرن فلفل حراق. عندي البهارات: بابريكا، ملح، فلفل اسود، سنه صغيره من الكاري، وكمان عندي جنزبيل اخضر ومكعب مرقه. باخد الكلام ده كله واضربه في الكبه واجهزه عندي لحد لما اخلص كميه الفراخ اللي عندي كلها. هي الفكره كلها ان انا بدي الفراخ صدمه قبل ما احطها على البطاطس. زي ما قلت لكم، انا بشوف ناس بيحطوا البطاطس نيه على قصدي بيحطوا الفراخ نيه على البطاطس وبعد كده يدخلوها الفرن. انا ما بحبش الطريقه دي خالص. جربوا الطريقه دي، هتفرق معاكم جدا في الطعم. بعد كده بنزل بالخلطه بقى على وش الفراخ من فوق كده. وعندي هنا السمنه اللي انا حمرت فيها بضيفها، وممكن انت مش حابه تضيفيها بتضيفي سمنه تكون لسه مطلعاها طازه يعني. باخدها احطها بقى على النار من فوق كده، تاخد غلوة واحدة وبعد كده ادخلها الفرن. بتاخد الطعم والشكل والريحة زي ما انتم شايفين.